يسعد لي أوقاتكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. بحبكن خيرات الله. هيدا الفيديو اللي منتظر إله سنين وسنين. أنا وين هلأ؟ اللي بيعرف يكتب لي تحت بالكومنتات. تمام. أنا اليوم بشوارع حلب بعد ما تحررت حلب. تمام. قررنا نحن الأنسات نعمل رحلة لهونيك لحتى نشوف الأجواء ونسترجع ذكريات زمان. تمام. فأنا اليوم بحلب ورجيتكم طريق البداية، وهلأ نحن بمنطقة اسمها الجميلية. عم ورجيكم الأجواء هونيك. طبعا هون كان صبح تقريبا شي 11. اوكي. أنا بشوارع حلب عم بتمشى، ومثل ما انتم شايفين المناظر هون. وبس إذا كنتوا جداد بالقناة ما تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب لحتى تكونوا جزء من عيلتي اللي كتير بحبها على يوتيوب. حبيت أنا ورجيكم مشوار والرحلة مع الأنسات. وهلأ شوفوا، ترى شوفوا شو حلو. وبس شوفوا المناظر ما أحلاها. طبعا قلنا سنين كتير ما جينا لهون، وهلأ جينا. شوفوا ما أحلى. وطبعا هلأ نحن رح ناكل فطاير بال في محل فطاير كتير طيب. هلا بشوف ايش اسمه بكتب لكم. وبس حطوا لي لك هلا بالبدايه حنفطر، بس شربنا قهوه الصبح قبل ما نطلع. بصوا الجمال يوي، انا ما مصدقه اصلا انه نحن بحلب، يعني عن جد ما مصدقه. شوف قد الاجواء حلوه بتجنن. طبعا انا البدايه رح نزل فيها صوتي، بس هون لا خلص طلعت صوتي مشي الحال. بس ما تنسوا تحطوا لي لايك. ايه شايفين كثير الاجواء حلوه. شوف ما شاء الله الشمس، واليوم الجو رائع. هون رح ناكل فطاير عند فطاير السوجي. شايفين طبعا زحمه كثير، ما حد يطلع لكم الخلق، بس هلا بورجيكم شو في المسرح. هلا انا وين؟ ترى انا بالحديقه العامه بحلب. شوفوا الخضار ما احلاه، وشوفوا الناس. بصوا الجمل. يا الله، جد مشوار من العمر يعني عن جد. هلا حقرب اكثر وارجيكم الحديقه. وشوفوا الناس. طبعا الجو اليوم رائع، لهيك الناس كلها برا بيوتها. بصوا شوف شايفين كتير حلو. حلو. شوفوا هون ايه التراث ده. والحديقة مثل ما شايفين حلوة ورايقة، والخضار اللي فيها مخلي شوي في شمس شوي في في. كتير الحديقة كبيرة بصراحة. أنا ما كنت عم بقدر بعد عن الأنسات كتير، وبنفس الوقت عم صور لكم الأشياء الحلوة لأنه متاهة كتير كبيرة وأنا أول مرة بروح عليها. تمام. بس قالوا لي إنه بالصيف الناس كل نهار بيجوا بيقضوا نهارهم، يعني إنه ما في شي عندهم، بيجوا بيقضوا نهارهم، بيجوا قهوتهم غراضهم نقرشاتهم أكلاتهم وهيك، وبيجوا بيحضروا. هون عم لكم حطوا لي لايك. يلا نروح ولا نفطر سوا ولا ورجيكم شو فطرت. فطورنا لليوم مناقيش جبنة بتجنن وبتاخد على البص ومطيبة. ومثل ما عم ورجيكم في تماثيل غريبة عجيبة، كان بدها دليل سياحي مشان يشرح لنا انه هدول لشو بيرمزوا لشو بيعنوا. الخلاصة شوفوا هون في بوفيه او كافيه فينا نقول خاص بالحديقة. فيه كل شي، مشروبات ساخنة باردة، أراجيل أهم شي. ولو إنه أنا يمكن بطلع بظن لا عم كذب. إيه بس الخلاصة يعني إنه حتى أراجيل فيه، وفي كل النكهات يعني تمام. بس انا بصراحة ما بغير عن البولو. عم ورجيكم هون باقي الحديقة. طبعا في عيال جاية مع أولادها وهيك، في كبار بالعمر، في شباب وصبايا، في عشاق شفتهم. بس ما صورت، قلت يلا هن جايين على السترة والسلام يا بت. يعني خلص عم تعديها بقى، يعني انا عم صور لكم وبنفس الوقت انا عم شوف الحديقة. تمام. بس مثل ما قلت لكم الحديقة كتير كبيرة، وطبعا بس تحسن الوضع اكتر بحلب. كتير فيها برك مي. ايه تمام. هلا نحن هون بطريقنا على القلعة. شوفوا شو حلو، شوفوا المنظر. يعني انا لما شفت القلعة هيك من برا قلت واو شو هاد، يعني بتجنن. كمان انا اول مرة بشوف القلعة. ايه بس انا هلا بخلف القلعة وعم لكم باي. وفي سوق حنعدي منه
بعدها حنصل للقلعة. وهيدا السوق اللي أنا هلا عم ورجيكم إياه. هيدا السوق فيه كافيات كتير حلوة، فيه أراجيل. طبعا صاحب المحل خد إذنه وقال لي إيه معلش تصوري، بس نسيت شو اسم المحل. هو قال لي بس أنا نسيت، بس اشترك بالقناة، بحب أقول له مرحبا. كتير فيه نحاسيات. طبعا نحن هون حتتنشط عنا السياحة، فهون في اشياء نحاسيات. صورت لكم الأفعى دي اللي حاشرة حالها بحياتي. عاملين نحاس، اوكي. المهم هيدا السوق هو شعبي، وهو شي من فولكلور حلب والاشياء القديمة، تمام. ففيها كتير أفكار، فيها كتير أشياء قديمة الواحد فيه ياخدها للذكرى، أو فيه يهديها لحدا. شوفوا هون علاقات المفاتيح بيحفروا علي اسمهم. طبعا برمت كتير على اسمي، ما لقيت ايه. أخدت تمثال قلعة حلب، واخدت شي تاني بصور لكم اياه بشي فنجان قهوة. اخيرا نحن اليوم وين؟ بقلعة حلب. شوفوا قد ايه بتجنن على ارض الواقع. صح الكل شافها على الصور، بس ما مثل ارض الواقع. شوفوا ما احلاها. شايفين كتير كبيرة طبعا، بس هلا انا عم صور لكم قدر الامكان. ما بعرف اذا رح نقدر ندخل لجوا. خليكم معي لحتى اورجيكم. بصوا الجمال، بصوا. ورجيتكم الزحمة، ورجيتكم الناس. طبعا سمعتكم صوت الطبل والناس قد ايه فرحانة، تمام. كان في جمل، بس كتير في اشخاص فوق وعم تتصور جنبه هيك، فما قدرت اصور. كان في احسن كتير كمان الاطفال الصغار عم يجوا بيتصور جنبهم، وبيقعدوا بياخدوا لهم هيك برمة. هون هيدا المحل كتير الاشياء اللي عنده انتيكة وقديمة وحلوة. حبيت صور. طبعا كمان اشترك بالقناة، بوجه له تحية. في عنده كتير اشياء بتنفع تكون هدايا، بتنفع تكون للذكرى. الواحد فيه ياخد اشياء للبيت وبتكون للذكرى كتير حلوة. في كتير اشياء حبيت اخدها، بس مثل ما قلت لكم انا بمشوار مع الانسات، فاوقات هن ينطروني لما خلص تصوير، اوقات يسبوني والحقون وهكذا. حبيت اخد قطع الموسيقى، تمام، مثل ما انتم شايفين. وحبيت اخد ارجيلة. شفت ارجيلة زغنطوطة كمان حلوة. قلت انه بتنفع انه للذكرى. بتعرفوا انا يعني بحب الارجيلة، ليه لا يعني. تمام. فحبيت اورجيكم. بعد هيدا المحل في كتابات حبيت اورجيكم اياها. ونحن هون جنب القلعة، اسمه خان الطحان. طبعا مهجور، وان شاء الله بعد ما يهدى الوضع وترجع توقف حلب على رجليه من اول وجديد، اكيد رح ترجع خان الطحان يشتغل مثل قبل. طبعا في كتير مناطق رح تشتغل أحسن من قبل كمان. هلأ هيدا الجامع اسمه جامع الرحمن. كتير حلو، الصورة ما عطت جماليته. بيجنن بيجنن قد ما قلت لكم وزيادة. رح أورجيكم لقطات سريعة من السوق. عدينا على العزيزية، تمام، والتلال. لقطات سريعة لأنه نحن رايحين نشيش. ايوه، تمام. نحن بعد ما صورت انه نحن بمجمع الجديد مثل ما ورجيتكم العنوان. طلعت لشوف الانسات، لقيتهم رايحين على غير مطعم. نحن هلا بمطعم كتير حلو، هلا عم ورجيكم اياه، اسمه رجعين. ونحن راجعين يا هوا راجعين، تمام. اكيد هن اشتركوا بالقناة، وهلا راح يشوفوا الفيديو ويحطوا لي لايك. المطعم كتير حلو، واجواء الكريسماس بتجنن. لانه نحن رحنا كان راس السنة الثلاثاء، تمام. نحن رحنا الخميس، يعني اسا اجواء الكريسماس موجودة، والزينة والشجر. شوفوا ما احلاها. هيدي كانت بالمطعم كتير حلوة، والمطعم خدمته بتجنن وكتير حلو، واطلالته كتير حلوة، واجواء الكريسماس عندهم واو. ايه، هلا حورجيكم الارجيل حاشرب فيها. ايه، وهلا عم ورجيكم لقطات سريعة من المطعم كتير حلو، والديكورات كتير حلوة. طبعا فيه أشخاص كان، فأنا قدر الإمكان عم طالع الأشياء الحلوة، وبنفس الوقت اللي ما فيه أشخاص، لأنه آه، أحلى ما بدي طالع أشخاص. أوكي. المهم شوفوا الإطلالة، شوفوا البلور شو حاطين عليه، أجواء الكريسماس والثلج والأشياء كتير حلوة عن جد. يعني في أفكار حلوة، وبنفس الوقت أنا أخذت أفكار
كرمال السنة الجاية لما حأعمل أعمال يدوية للكريسماس يعني أنا استفدت. إيه أوكي. فاسم المطعم راجعين، بنصحكم تروحوا لهونيك لأنه الخدمة واو والقعدة كتير رايقة. هلا هيدا عم ورجيكم المنيو، عم ورجيكم إنه مكتوب اسمه راجعين. تمام. طبعا أنا أول شي وصيت على الأرجيلة، واهتموا لي بالأرجيلة اهتمام خطير. شوفوا هالأرجيلة، أنا يعني ما فيني احكي قد ما انتو اللي رح تحكوا وتعبروا. يعني انا قد ايه مغرمة بالأرجيلة، بس ولا مرة خطر لي انه حط لها اناناس وليمون وتدلع يا كيدهم. كتير حلو، كتير حبيت. يعني انا لما قال لي حاهتم فيها للأرجيلة فانا قلت واو شو حيكون. طلعت بتجنن، عن جد بتجنن، وصورتها جنب شجرة الكريسماس لحتى تكون الأجواء غير يعني. أوكي. وبعد ما خلصنا وشربنا أرجيلة رحنا على الدانا اللي فيها مطعم بيت الكرم، وهن عن جد أهل الكرم. المطعم يعني أنا مو أول مرة بروح، أنا رايحة على المطعم كتير. كل الأكل عندهم طيب ولا استثناء عن جد، وما عبالغ، وعلى كفالتي روحوا. تمام. السلطات بتجنن، الكباب عندهم واو، المشاوي واو، الاشياء السريعة واو، كل شيء، اليالنجي واو، اليبرق، ولا كل شيء واو. انا ضايقه كل شيء يعني. عم لكم ما اول مره بروح. طبعا انا طلبت زنجر وطلبت بطاطا، طبعا كان كريمة توم واو مأوفر. وهيك خلصت رحلتنا لليوم، وبحبكن كتير. وما تنسوا تحطوا لي لايك. بشوفكم وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله. باي.